السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من كرة كل يوم. أول كلامنا وخير الكلام صلي على الحبيب قلبك كتير. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصلي على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم ارحمنا وارحم مشايخنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فك كرب المكروبين وسد دين المدينين وارزق كل عقيم واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم القدس في حفظك وأمانك، اللهم رد القدس إلى أهله. اللهم انصر إخواننا المرابطين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لليهود راية ولا تجعل لهم علينا ولاية. اللهم اغفر لإمامنا وشيخنا الكبير الشيخ أسامة عبد العظيم محمد حمزة. اللهم اغفر لأخي وصديقي محمد حسين منصور وزة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. حلقتنا النهاردة الأهلي يعود بتعادل مثير من مازيمبي من ملعب لومومباتشي. الأهلي يتعادل بنتيجة سلبية، ومصطفى شوبير يحافظ على نظافة شباكه للمباراة السادسة على التوالي. 6 مباريات في دوري أبطال أفريقيا لم تهتز الشباك، في الجزائر وفي غانا وفي القاهرة، وأمام سيمبا ذهابا وإيابا، وبالأمس أمام تيبي مازيمبي في ملعب لومومباتشي، ملعب الجحيم. جحيم، سواء من التشجيع، سواء من أرض الملعب، سواء من النجيل الصناعي السيئة جدا اللي بتخلي جزم اللاعبين أيضا نار. وفوجئت أن بالأمس لم يوجد كولينج بريك في المباراة. حكم اللقاء لم يصفر بدقيقتين لشرب المياه أثناء أحداث المباراة. أمر كان عجيب وغريب في ظل الأجواء النارية والرطوبة العالية. إزاي ما ياخدوش كولينج بريك أثناء اللقاء؟ عامة في بشرة هنزفها للأهلوية إن شاء الله. 10 مايو الأهلي بدون إصابات ما لم يجد جديد، عشان مستشفى الأهلي لما بتقفل أبوابها بتفتح على الباب بعد كده على مصراعية. نتمنى عودة جميع المصابين ونتمنى السلامة لجميع اللاعبين. نيجي للمباراة الأمس اللي الأهلي أداها بروح عالية جدا. اللعيبة كانت مركزة. اللعيبة اللي ما كانتش مركزة هي كانت لعيبة هجوم. مكاسب الأهلي كانت عديدة من مباراة تيبي مازيمبي بالأمس. أولها عودة الثقة والروح للاعبي النادي الأهلي. ثانيا مارسيل كولر شاف ان هو لما ما بيلعبش في التشكيل وبيلعب بكل لعيب في الاماكن المحدده بتاعته، شاف الامور بتبقى على طبيعتها ازاي. لكن مارسيل كولر لما لعب بتشكيل مباراه الزمالك كان عنده امور حاول ان هو يصححها، لان كان عنده لعيبه من النادي الاهلي لو كانت لعبت المباراه من بدايتها ما كانتش هتقدر تلعب مباراه تيبي مازيمبي. والدليل الواضح ان بعد مرور 55 دقيقه 60 دقيقه على النادي الاهلي في مباراه تيبي مازيمبي، لقيت لعيبه كتيره جدا من لاعبي النادي الاهلي مش قادرين ان هم يجروا في قلب الملعب وكانوا بيجروا رجليهم. وزي ما انتم شفتوا اصابه احمد نبيل كوكا على مستوى الركبه، لان هو كان عنده اصابه في قلب ركبته وكان بيلعب وهو مصاب. كذلك اصابه اكرم توفيق. كذلك كدمات بعض اللعيبه تعرضوا ليها. فكل الامور دي كانت بتبين لك وبتوضح لك ان لعيبه النادي الاهلي كانت من الممكن ان تخرج من المباراه مصابه بسبب صلابه ارضيه الملعب اللي ناشفه جدا. وكلمه بوجهها للاتحاد الافريقي: انت بتودي بطولاتك في داهيه. الاتحاد الافريقي يذهب ببطولاته الى الجحيم. كيف لنادي ان يتم اللعب على مثل هذه الارضيه؟ كيف أن يتم النقل التلفزيوني بمثل هذه الكاميرات؟ كاميرا نوكيا 6300 بتاعت زمان هي اللي كانت بتنقل المباراة. الراجل مش عارف ياخد زوم. كنا بنشوف اللقطة، بنشوف ردود فعل اللعيبة ايه عشان نعرف ان كانت الكرة كورنر ولا ضربة مرمى ولا دخل الجون ولا الجون صدها. دي الامور اللي احنا كنا بنشوف فيها الاهداف اللي كانت بتضيع او الفرص اللي كانت بتضيع في مباراة تيبي مازيمبي. كيف الاتحاد افريقي يريد النجاح لبطولاته ان يكون لاعب مباريات
على مثل هذا الملعب. ملعب وبيقولوا له صاحب النادي ملياردير. ملياردير بأنهي وضعية؟ كيف لفريق يمتلك كل هذه المليارات وأن يكون هذا الملعب السيء هو ملعبه؟ وكيف الحال للاتحاد الأفريقي اللي كان واخد قرار أن المباريات اللي من بعد من أول دور الثمانية لا يمكن اللعب على ملاعب النجيل الصناعي؟ كيف يسمح باللعب على ملاعب النجيل الصناعي في هذا الملعب؟ وكيف يسمح في اللعب في هذا التوقيت؟ اتحاد افريقي مش عايز النجاح لبطولاته، مش عايز يكون موجود رعاة موجودة عنده. اتحاد افريقي يتحكم فيه الهواة والاهواء والمال، هو من يتحكم في تلك الامور. شفنا في قلب الدوري الافريقي خروج تيبي مازيمبي ولم يلعب في البطولة ودخول نادي آخر مكانه. إذن تلك الملاعب لا يجوز أن يتم اللعب عليها، ويجب على الاتحاد الأفريقي أن يغير من قوانينه ويعدل فيها، وأن يتم تحريم اللعب على ملاعب النجيل الصناعي. وملاعب النجيل الصناعي هي متواجدة في الجزائر وفي الكونغو. وعندك مشروع الهدف اللي انتوا كنتوا عاملينه، كنتوا بتعملوا بتنشئوا ملاعب. الاتحاد الافريقي كان بينشئ ملاعب نجيل صناعي في جميع الدول الافريقيه. اذا كانت الكونغو دوله فقيره فليذهب الاتحاد الافريقي عندها ولينشئ 3 استادات عالميه. هو ما بيكسبش من بطوله افريقيا قليل، هو يعطي الانديه التي تحصل على البطوله الفتات، وباقي الاموال يضعها في جيوبه. إذا الاتحاد الأفريقي عليه الكثير من العيوب. وحسنا فعل صالح سليم عندما انسحب النادي الأهلي سنة 94 من البطولات الأفريقية، فتم تحديد مكسب $1,000,000 للفائز بالبطولة. كانت $1,000,000 بدايتها في أول بطولة، مش عارف كانت في 96 حاجة زي كده. كانت البطولات العربية اللي بتقام في دورة مجمعة الفائز بيها كان بياخد $1,000,000 في بطولة بتتعمل في أسبوعين وبتخلص في 6 مطوشة بالكتير. 3 مطوشة دور دوري مجموعات، ومباراة قبل نهائي ومباراة نهائي، 5 مباريات فقط لا غير. إذن يجب على الاتحاد الأفريقي مراجعة جميع الأمور تحكيمية، فنية، لائحيا، ملاعب ومباريات. على الاتحاد الافريقي مراجعه تلك الامور وان يضع اللوائح والقوانين. ويجب على كل الانديه الكبيره التي تعاني من مثل هذه الامور ان يتم توحيد المباريات، ان تكون جميع الاستادات بها اضاءه، وان يتم لعب جميع المباريات في اوقات ليليه نظرا لوجود الحراره الشديده الموجوده في الدول الافريقيه. ده احنا يا مؤمن عندنا في الاتحاد الاوروبي جميع المباريات في الاتحاد الأوروبي تقام في الساعة 9 مساء والساعة 10 بتوقيت القاهرة. لا يوجد سوى مباراة واحدة، المباريات التي تقام في موسكو أثناء فصل الشتاء يتم لعبها في الساعة 7 فقط لا غير. جميع باقي المباريات تقام في الساعة 9 بتوقيت القاهرة. إذن الاتحاد الأوروبي يريد نجاح البطولات التي يتم اللعب فيها، وعشان خاطر روسيا عندها الثلوج تؤثر على أرضية الملعب وتؤثر على لاعب كرة القدم، فخدوا التوقيت اللي أقل ساعتين عشان يكون الجو فيه شوية دفء قبل ما تنزل البرودة القارصة. نحن هنا نبحث عن المواعيد التي يكون فيها الحرارة في قمة درجاتها ويتم لعب فيها المباريات. يجب على الاتحاد الأفريقي أن جميع الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، أبطال الدوري أو الكونفدرالية أو السوبر الأفريقي، أن يكون مواعيد المباريات تبدأ مساء عقب الساعة 6 مساء أو الساعة 9 مساء لجميع البلاد للتغلب على حرارة الطقس والرطوبة العالية. كذلك يجب على الاتحاد الأفريقي أن يحدد الملاعب التي يتم اللعب عليها بالملاعب النجيل الطبيعي وليس النجيل الصناعي. امبارح مصطفى شوبير أنقذ 3 أهداف محققة. مصطفى شوبير في 6 مباريات تصدى ل 26 تصويبة، ل 28 تصويبة على المرمى، يعني تقريبا 5 تصويبات في كل مباراة أنقذها مصطفى شوبير.
مصطفى شوبير مش هنقول ابن الوز عوام، لا، ابو الوز العوام. مصطفى شوبير يكتب تاريخ جديد لحراسة مرمى النادي الأهلي، أنها سوف تظل لها الريادة في الكرة المصرية، وأن حراس مرمى المنتخب المصري لن يخرجوا من عباءة حراسة مرمى النادي الأهلي. محمد الشناوي إن شاء الله على نهاية إبريل بداية مايو هيكون في أرض الملعب، وهيكون أول مباراة ليه هياخد مثلا يبدأ ياخد ربع ساعة في تلت ساعة من مباريات الدوري حتى يستعيد مستواه ويستعيد فورمته العالية. وإن شاء الله يوم المباراة النهائية لما الأهلي يوصل للمباراة النهائية، وعلى ما أعتقد أن الأهلي سوف يقابل الترجي في المباراة النهائية الذي فاز بالأمس على ميلودي صن داونز بهدف نظيف أحرزه يانساس في الدقيقة 41 من زمن المباراة. ميلودي صن داونز غياب مكوينة أثر عليه تأثيرا شديدا في وسط الملعب، ولم يجد اللاعب القائد الذي يصنع الفارق في منتصف الملعب، الذي يقود الهجمة ويقوم بعملية البيلد أب من المناطق الخلفية ويرسل الكرات إلى المناطق الأمامية، وصاحب التصويبات القوية. ميلودي صن داونز لم يسدد سوى تسديدة وحيدة فقط أرسلها لونجا اللاعب رقم 17 وتصدى ليها أمان الله مميش حارس المرمى. ويبدو أن الكرة الإفريقية سوف تحظى بحارسي مرمى من الطراز الفريد، في تونس أمان الله مميش، وفي مصر مصطفى شوبير. ربنا يحفظهم إن شاء الله من شر الإصابات ومن شر الغرور ومن شر النفوس ومن شر الحسد، آمين يا رب العالمين. النادي الأهلي على موعد مع كتابة التاريخ في الوصول للمباراة النهائية للعام الثامن على التوالي، يكون الأهلي في النهائي. إن شاء الله النادي الأهلي والبطولة ال 12 يحققها هذا الموسم. النادي الأهلي مارسيل كولر يضع الاستراتيجية الصحيحة، وحسن فعل محمود الخطيب في جلستين، إحداهما مع مارسيل كولر والأخرى مع اللاعبين. قعد مع اللاعبين وقال لهم المدير الفني مكمل الموسم الجاي وما بعد الموسم حتى نهاية عقده، سوف نرى إن كان سيتم التجديد أم لا. إذا مارسيل كولر مكمل حتى نهاية عقده اللي بينتهي 2026. تاني الأمور اللعيب اللي عنده عقد احترافي يجيبه واحنا موافقين وهنمشيه، اللي ما عندوش يجدد ويكمل مع الفرقة، ومفيش مصلحة أو في أي شيء في الفرقة غير مصلحة الفريق. مصلحة الفريق هي فوق الجميع. دي